السلام عليكم. النهارده اليوم السادس للكتاكيت معايا في الدورة الصيفية. انا نزلت لهم النهارده عشان اعشيهم، قلت اتابعهم. فلقيت عندي 3 كتاكيت عندهم اسهال مائي شفاف. في الحالة دي جبت فلاجيل عندي موجود في البيت بتاع الاطفال. لو كنت لقيت اسهال اخضر او دموي كنت طبعا ما كنتش استخدمت فلاجيل، ما كانش هيعمل معاهم اي نتيجة. كنت هستخدم علاج بيطري اللي هو كوكسيديا او علاج فيروسات. ازاي هنستخدم الفلاجيل وهنحط قد ايه في الميه؟ استخدم الفلاجيل 3 ايام بالتبادل مع الميه البيضاء. يعني انا لو حطيت الصبح فلاجيل يبقى بالليل هحط ميه بيضاء بالتبادل لمده 3 ايام. وانا هقول لكم ليه بنعمل كده، علشان ما نجهدش الكبد بتاع الكتكوت، وكمان ندي فرصة لجسم الكتكوت يطلع باقي الدواء والدواء يشتغل في جسمه. وكمان بالذات في الحر. دلوقتي هنتكلم على الجرعة. انا بحط سنتي على الرتل بتاع السقاية اللي عندي اهوت من الفلاجيل. بالنسبة للأعشاب احنا هنحط النشا بس النهاردة. هنحط نص معلقة زي ما احنا متعودين علشان الإسهال اللي عندهم، وكمان بتحفز الجهاز الهضمي عندهم. النهاردة مش هنحط ولا قرنفل ولا كركم علشان فيهم زيوت بتتفاعل مع الفلاجيل. ودي كانت تجربتنا النهاردة مع الإسهال والفلاجيل. لو عندك موقف مشابه احكيلي عنه في التعليق، ولو كمان عندك معلومة عايزة تضيفيها قولها لنا برضك نستفيد مع بعض. وما تنسيش تعملي اللايك الجميل وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان تتابعوا دورة الفراخ اليوم بيوم مع بعض. والسلام عليكم.